بالرغم من ان الفنانة أميرة فتحي ما قدمتش اعمال فنية كتير، لكن الناس لسه فاكرة ادوارها لانها كانت ادوار مميزة وعملت ضجة كبيرة وقت عرضها. كمان حياة أميرة فتحي الشخصية ما كانتش حياة سهلة خالص، فهي كانت حياة مليانة بالاحداث المأساوية واللي اثرت على مشوارها الفني. تعالوا نشوف التفاصيل اكتر في الفيديو ده. أميرة فتحي من مواليد يوم 28/12/1974، اتخرجت من كلية السياحة والفنادق قسم الارشاد السياحي. بدأت أميرة حياتها الفنية من خلال شغلها في عروض الازياء، واللي من خلالها ترشحت للاعلانات، ومنها رشحها المخرج علي بدرخان علشان تبقى الموديل فيديو كليب اغنيه افرض مثلا للفنان حكيم، واللي اشتهرت بسببه جدا. اميره لفتت الانظار ليها بعد الكليب ده، فترشحت في دور مهم في فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، واللي كان نقطه انطلاقه لجيل كامل. واللي بعده قدمت اميره بطولات في السينما زي فيلم فرقه بنات وبس. اتجوزت اميره فتحي من المنتج وائل حب، واللي انتج ليها فيلم اللبيس مع الفنان مدحت صالح والفنان شريف منير، لكن الفيلم ما حققش النجاح المتوقع. خلفت أميرة فتحي من زوجها المنتج وائل حب بنتين، هما مليكة وجورية. اتعرضت أميرة لصدمة كبيرة بوفاة بنتها الكبيرة مليكة وهي عندها سنتين، وده بسبب انها كانت مريضة بالقلب. ووصفت أميرة فتحي وفاة بنتها ووفاة والدها بانهم أسوأ حاجتين حصلوا في حياتها. وقالت أميرة فتحي: يومين بعتبرهم أسوأ أيام حياتي، الأول يوم وفاة والدي والتاني يوم وفاة بنتي، وانا ما بحبش اتكلم عن اليومين دول عشان ما انهارش من العياط. انفصلت أميرة فتحي عن زوجها وائل حب سنة 2009 لمدة يومين بس، ورجعوا لبعض تاني واحتفلوا من كذا سنة بتخرج بنتهم جورية، واللي بقت شابة جميلة. ونشرت صورة من حفل تخرج جورية وكانت واقفة فيها بين أبوها وأمها. وتعرضت أميرة فتحي لأزمة صحية كبيرة سنة 2000، وده بسبب خطأ طبي. فهي كانت بتعاني من كيس دهني موجود في رجليها، وعملت عملية علشان تشيله، لكن الدكتور ما نضفش الجرح كويس، وده سبب ليها مضاعفات وعرض حياتها للخطر. فاضطرت إنها تعمل 3 عمليات تانية علشان تعالج الآثار الجانبية اللي اتعرضت ليها بسبب خطأ الدكتور. كمان أثارت أميرة فتحي الجدل بعد ما صرحت إنها تعرضت للتحرش من الستات، وده بعد ما نشرت صورة ليها مع المدرب الخاص بيها في الجيم. وقالت: ما كنتش عايزة أتكلم في الموضوع ده، بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ما يقلش عن التحرش الجسدي، واللي عايزة أقوله إن اكتشفت اللي اتحرشوا بيا لفظيا هما البنات والستات للأسف، وده شفته على جروب خاص بالستات، وأنا في الجروب ده لكن عمري ما اتفاعلت معاه. حد من أصدقائي هو اللي قال لي، لانه بيشتغل في مباحث الانترنت، وقال لي لو عايزه تقدمي بلاغ ضد الجروب. قلت له لا، واكتفيت ان مسحت الصوره. والظاهر كده ان الازمات اللي اتعرضت ليها اميره فتحي في حياتها الشخصيه اثرت على مشوارها الفني، فهي بتغيب عن الساحه الفنيه لفتره طويله، وبعد فتره بترجع بعمل تاني، لكن بترجع وتغيب. وكان اخر عمل قدمته مسلسل السراي سنه 2017. قول لنا في التعليقات ايه اكتر دور بتحبه للفنانه اميره فتحي على مدار مشوارها الفني. وده كان نهايه الفيديو.